بابي عاملة ايه؟ هاي، إيه الأخبار؟ كله تمام. انتي نموذج مختلف خالص بقى للبنات. قررتي انك بتحبي حاجة هتعمليها وهتكون ده شغلك. احكي لنا شوية بقى عملتي ايه؟ أنا أيام الجامعة أصلًا كنت باحب أطبخ، اوكي. وكنت باعزم أصحابي وأشتري كُتب أكل وأقعد بقى mark الrecipes والكلام ده كله، وبعد كده قُلت لمامتي، قالت لي: "يا حبيبتي هو ما فيش حاجة كده في مصر." ده كان قبل ما تدخلي الجامعة؟ وأنا في الجامعة، وانت في الجامعة؟ اوكي. "فتعملي إيه؟" قُلت لها: "هاعمل حاجة تانية أنا باستريح لها يمكن الmarketing." فمشيت في سكة الmarketing، خلّصت الmarketing وبعد كده لقيت نفسي مش عارفة أعمل إيه برضه. مم. قُلت أوكي، هاشتغل شوية فيه، لحد ما وصلت لمرحلة حسيت لأ، هو أنا مش باعمل حاجة أنا المفروض أعملها، ما أعرفش إزاي، وساعتها كان 2016 فمن 7 سنين تقريبًا. 7 سنين من ساعتها لدلوقتي أصلًا الدنيا اتغيّرت جامد أوي، جامد اوي. بس أنا هانُط بالباراشوت وهاشوف إيه اللي هيحصل. مم. فنطيت من الطيارة metaphorically speaking وقررت قُلت أوكي، أنا فعلًا هاكتشف نفسي كده. سافرت لاتين أمريكا شهرين. مم. قعدت بقى أستكشف هناك. يوم معدّي على عربية أكل تعجبني أوي، فأقول له: "طب شغّلني معاك أعرف أنت بتعمل إيه." مم. فقضيتها كده، وبعد كده لمّا رجعت هنا قُلت: "أوكي، أنا definitely عارفة أنا عايزة إيه، وهامشي فيه بأي شكل من الأشكال." وابتديتي بقى فكرة الكوكينج والمطعم، ابتديتي على طول ان انا عايزة اعمل مطعم، ولا في الاول طب هجرب في اماكن اشوف الدنيا ماشية ازاي هنا في مصر؟ ده سؤال حلو أوي. كان ساعتها حاولت أجرّب في أماكن، ولكن الoptions ساعتها مش كتيرة، مم. مش عارفة أعمل إيه. مش عارفة أروح فين، وحسيت إن أنا في الآخر العلام بتاعي هيبقى محصور في حتّة معيّنة، وهياخد وقت طويل. طيب أنا هاتعلّم إزاي؟ فقُلت أوكي، أنا هادوّر على طريق تاني. قدّمت في أكاديمية في إيطاليا، وعملوا interviews معايا، وهوبا فجأة بعديها بشهر أنتِ يالّا اتقبلتِ، يالّا معانا. مم. كنت البني آدمة الوحيدة اللي عندها 30 سَنة في وسط الناس كلّها عندها 18 سَنة في الacademy، بس تمام. خُشي واعملي نَفْسِك فريش مم. وبتاع، واتعلّمت. وطبعًا كان في برضه تحديات إن أنا الinternship بتاعتي، ناس كتير كانوا عايزين ناس عندها 18 سَنة، فكان حتّة بقى إن أنا أثبت نَفْسي دي doubled. مم. هو أصلًا هم ما شاء الله عندهم الenergy level الوحش، وأنا حماس بافطر الساعة الشباب ده اللي كان بيبقى في حماس الاول ده، الشباب، ايوه. اللي هو أنت تُقف 12 ساعة اه. عادي وأنا محتاجة فولتارين آخر اليوم يعني. ف فخلّصت ده، ولمّا رجعت قُلت خلاص I think I'm ready. فهابتدي بحاجة صغيرة عشان ما يبقاش big risk. فأنا مم. هابتدي حاجة with small risk وهامشي فيها، وهوبا فجأة لقيت 5 سنين عدّوا. واو! بس يعني خلّينا ناخدها step by step. أنتِ دلوقتي لحقتِ تشتغلي شوية بعد ما اتخرجتِ. سَنة. لأ قصدِك بصفة عامة في المطبخ. لأ مش في المطبخ، تشتغلي شغل عادي 5 سنين. 5 سنين، إمم. وأخدتِ قرار إن أنتِ اللي هو بيسموها leap of faith كده، أنا هاسيب كل حاجة رُحتِ لاتين أمريكا. الدايرة بقى اللي حواليكِ أهلِك، صحابِك، اللي أنتِ بتعمليه ده، تعليمِك، شغلِك، شغل ثابت بsalary، الكلام بقى اللي إحنا كنا بنسمعه ده، طبعًا. عملوا إيه؟ هو كل الحاجات دي اتقالت إمم. وزيادة، ده for sure. معظم أهلي: "أنتِ يا بنتي متخرّجة جامعة أمريكية وتسويق والكلام ده كلّه عشان في الآخر خلاص تفتحي عربية أكل، إمم. يعني هتعملي كده ليه؟" مامتي كانت اللي هو قراراتِك، حاجتِك، شوفي أنتِ بقى هتنجحي والّا لأ. إمم. فكان فيها الحتّة شوية يعني دعم، بس معاها برضه اللي هو خلّي بالِك أنتِ في risk أنتِ بتاخديه. إمم. حتّة بقى هتسيبي الشغل والsteady job وأنتِ بنت والكلام ده كلّه، كانت كل يوم بتتقال لي. بس عايزة أقول لِك أنا مش فاكرة نُصّها. أنا حاسة إن أنا I blocked out some of it عشان أنا في الطريق ده وهاعمل ده. إمم. فنُص الحاجات دي أنا ناسياها، يعني زي ما تقولي ما يعني في حاجات بجد مش فوّتّها من فاكراها. الناحية التانية. إمم. آه. ودلوقتي إيه بقى مشجعينِك؟ يعني بعد ما شافوا إنه في نجاح بعد ما مشجعينِك دفعت بعد التمن. ما دفعتِ. بعد ما دفعت التمن، بعد ما إمم. قعدت 5 سنين باحارب يعني. دلوقتي الناس ابتدت شوية فيها ثقة. قبل كده مثلًا كنت آجي مثلًا أطبخ لمامتي حاجة، تقول لي: "طب إيه هتطلع إيه إمم. النظام؟" إمم. دلوقتي لسه امبارح عملت لها أكل، قُلت لها: "عايزة إيه؟" قالت لي: "اللي تعمليه بإيدِك حلو." خلاص بقى في ثقة بقى. إمم. فقُلت لها: "إيه ده بجد؟ أي حاجة يعني؟" طب يالّا. لأ دلوقتي في فرق جامد أوي. طب حسيتِ في وقت من الأوقات، لإن أنتِ برضه غير إنِّك ابتديتِ الbusiness بتاعِك والكلام ده كله، أنتِ بنت، إمم. وإحنا عارفين إنه إحنا في دلوقتي تطوّر وفي الدنيا أحسن بكتير من قبل كده، بس still في النظرة بتاعة البنت
وبالذات إن أنتِ دخلتِ في مجال هو dominated بالرجالة، يعني إحنا دايمًا بنسمع 100%. كده الستات إيه اللي شاطرة في الطبيخ، ده الرجالة أشطر في كل الchefs كلّهم رجالة. 100%. إيه اللي يعني عرفتِ تعافري إزاي في فكرة إنِّك بنت أصلًا؟ هو لمّا كنت باشتغل في مطاعم كان حاجة، ولمّا أنا كنت owner بتاعة مطعم كانت حاجة تانية، إمم. وموجودين في الحالتين بس بأشكال مختلفة. في الأول أنا كنت عارفة إن أنا ليّا حصة 15% بكتيره من الhires، فمع كل 10 هيقدّموا ما أعرفش أنا ليّا نسبة 15% إنها تتقبل يعني في زي كوتا كده للبنات؟ تقريبًا. أوكي. يعني الأقل الأكثرية هم الرجالة، فالحتّة دي هي اللي خلّتني أصلًا أفتح الbusiness بتاعي، لإن لقيت عشان أنا أوصل للي أنا عايزة أوصل له هياخد وقت كتير أوي، ودلوقتي الوقت ده اللي أنا فيه ما عنديش مسؤوليات كتيرة تتطلب إن أنا أجري و و و و فقُلت خلاص هي دي فرصة بتاعتي، ما عنديش أي حاجة أعملها غير إن أنا أfocus في شغلي. بعد بقى ما عندي المطعم بتاعي كان في حتّة كل يوم باجي المطبخ باثبت لنفسي ولغيري إن أنا qualified. إمم. يا جماعة أنا مؤهلة إن أنا أعمل ده، تعالوا أوريكم إزاي هنعمل ده، إمم. تعالوا أشيل حلة 42 كيلو فيها مرقة قدامكم وأحطها في التلاجة عادي جدًا من غير ما ترعش. إمم. كان في حتّة كده اللي هو I need to prove myself أول بأول على طول عشان أنتِ بنت. عشان أنا بنت. إمم. ولكن في حتّة تانية بقى بتاعة القرارات. إمم. دي أنا ما عانيتش فيها، يعني كان يمكن عشان أنا عندي vision واضحة أوي أنا عايزة إيه في الحياة، إمم. فالقرار اللي أنا باقوله يعني القرار اللي أنا باقوله ده أنا واثقة منه، عارفة أنا عايزة إيه، فباقول لهم يا جماعة يا رجالة يالّا بينا هنعمل ده. في المجال ده أنتِ بتتعاملي بقى من الصبح لحد بالليل suppliers، اللي هم موردين رجالة، عمال، كل واحد بقى بتفكيره النمطي اللي هو مع نفسه، فأنتِ بتقابليهم 24/7. هي الحتّة اللي حسّيت إن هي سلكت معايا، حتّة دي حد determined، دي حد هي عارفة هي عايزة إيه، إمم. ما حسّيتش إن في شَد. أنا باحس إن في شَد في اللحظات القليلة إن أنا كنت مترددة فيها، ودي حاجة مهمة أوي. إن أنا برضه كنت شوية tense لإن أنا ما فيش مجال إن أنا أغلط، ما إمم. فيش مجال إن أنا أتردد، ولكن الحمد لله معظم الوقت أنا كنت خلاص أنا عارفة أنا عايزة إيه، يالّا يا جماعة هنعمل ده. فالحتّة دي كانت مديّة الناس الراحة اللي هو إحنا معانا واحدة leader ماشية بقرار وإحنا ماشيين معاها. بتنقلي الطاقة بتاعتِك وثقتِك، فبتخلّيهم مش عايزة أقول بتجبريهم، بس بتخلّيهم لأ، هو إحنا متطمنين في متطمنين إن الاتجاه إحنا ده. نتعامل معاكِ. آه، إمم. حسّيت إن هي كده. ما فيش اللي هو طَب إيه، طَب هنعمل ده والّا لأ، يالّا يا جماعة نجرّب دي، يالّا بينا، كده. بالذات إن أنتِ أصلًا أنتِ مش موضوع إنِّك فتحتِ مطعم أو عربية أكل أو حاجة ومشيتِ، أنتِ بتُقفي معاهم، أنتِ أنا الhead chef. بتطبخي. فدي قصة تانية برضه، اللي هو إن هُم يشوفوا إن أنا owner ويشوفوني head chef، إمم. هُم شايفينّي في الناحيتين، ففي الناحيتين في قرارات بتتعمل، إمم. إحنا هنعمل كده يا جماعة قرار إداري، هنعمل كده قرار مطبخي، فدي كانت الحتّة اللي شوية tricky، ولكن حسّيت إن هُم ابتدوا يتقبّلوها. في وقت من الأوقات حسيتِ إنه يعني أنا عليّا بإيه والموضوع صعب وخلّيني أرجع عادي أشتغل عادي وآخد مرتب آخر الشهر وكده، والّا طول الوقت حاسة إنِّك كتير أوي. كتير جدًا، كتير أوي، أوي، أوي. يعني أنا بصراحة وبكل صراحة، أنا لو كنت أعرف كمية التحديات اللي أنا هاخدها لمّا أفتح الbusiness بتاعي، أنا كنت شايفة 20% منها. إمم. أنا لو كنت شُفت ال100% كنت قُلت شكرًا مش هاعمل ده، أنا مش جاهزة له. فحسيت كده إن أنا مرّيت بفترة زي اللي حد مَر بأمومة مبكرة، إمم. وهي عندها مثلًا 20 سَنة وخلّفت. اترميتِ في المسؤولية كده. آه، إمم. واللي هو لأ حد يشيل، حد يشيل يا جماعة. إمم. أنا دلوقتي الحمد لله بيبي عنده 5 سنين بيروح المدرسة فالحمد أعصابي هديت، ولكن لله. اللحظات دي بتحصل لي كتير جدًا، لإن أنا لو كنت أعرف إن أنا كمية أعياد الميلاد بتاعة أهلي اللي هتفوتني والأفراح، وإن أنا هابقى باشتغل في مواعيد الناس ما بتشتغلش فيها، ما حدش هيعزمني، ما حدش هيعزمني في الأفراح، ما حدش هيعزمني في أي حاجة، أصحابي ابتدوا ينسوني، إمم. ابتدى يبقى عندي zero social life.
I didn't know any of this. I didn't know ان انا هضطر ان انا بقى on call الوقت كله. ما انا كنت بشتغل قبل كده اقفل موبايلي بعد ما اخلص الشغل عندك ويك خلاص. اند واجازه و21 يوم في السنه بتاخديهم وعادي انا والدنيا ماينس 4. ف الدنيا اجازه. لا انا ما كنتش اعرف الكلام ده كله خالص. فبصراحه مريت بالفتره دي كتير قوي قوي قوي. وحسيت اللي هو انا فهمت ليه بنات عندهم مطاعم معاهم شركاء. لان انا ما اعرفش اي حد تاني ريستورانت اونر معاها الشركاء. انا اعرف بيكريز كافيز وكده. فحسيت كده هم تمام. لا طلع ان الاف ان بي ريستورانت اندستري هي محتاجه شركاء. فساعتها انا كنت بقوم ب4 ادوار. فكان يعني يوم او يوم لا يجي لي احساس اللي بتقولي عليه ده. بتحسي ان طول الوقت البنات محتاجه، بنات الستات يعني محتاجه انها تعمل دبل وتريبل الافت اللي الراجل بيكون بيعمله لمجرد انها تثبت نفسها. تثبت نفسها مش دبل وتريبل، مش تريبل، بس في حاجات معينه دبل. وفي حاجات تانية بصراحه انا حاسه الناس مش بتتكلم عنها. زي ان عشان انا بنت، انا لو طلبت حاجه بذوق هتتعمل عشان خاطري. ففي بوزيتيف سايد للموضوع في يعني. بوزيتيف سايد. فمثلا اخش اقول لهم يا جماعه شد حيلكم، السيزون ده لو سيزون. اوكي ده معناها مصاريف كتير عليا. اوكي فاحنا عايزين نعمل سيلز كويسه الشهر ده، احنا في ظهرك يا شيف. ده سو نايس. ليه؟ عشان هم حاسين ان انا بنت محتاجه دعم. فبرضه الحته ان هم شايفين ان انا انسانه وبنت ليها شويه ادفانتجز في السبورت، حته ان هم بقى يدعموني في الحته دي. ففي طب قولي لي يعني في دلوقتي انه الانتربرينورشيب في حاجه كده لمعه بتاعه انا هبتدي البيزنس بتاعي الانتربرينورشيب. ويا جماعه في ولاد كتير قوي دلوقتي لا انا مش عايز اشتغل، انا عاوز افتح المشروع بتاعي. حلوه الفكره، بس يعني كل الناس مؤهله انها تعمل البيزنس بتاعها؟ يعني كل الناس عندها الحته الانتربرينوريال دي ولا عادي يعني ممكن الوظيفه مش وحشه؟ انا حاسه ان في كده فورميلا. فالواحد ده قبل ما هو يقرر ان هو يمشي في سكه الانتربرينور شيب يسال نفسه شويه اسئله كويستشنير، لو جاوب عليهم ممكن ياخد التجربه دي. فحاسه اول حاجه على فكره شغلانه 9 to 5 بتدي بيس رهيب للخبره. فانا I don't regret خالص الوقت اللي انا قضيته في اورنج. ويمكن عشان كمان كانت very nice working environment انا اتعلمت فيها كتير قوي. فلو هعملها تاني هعملها تاني. فحته الخبره في الشركات والكلام ده كله انا ما اعرفش ليه ابتدى يبقى عليها حته connotation اللي هو لا انا عايز ابقى بالظبط. اروش من كده. لا انا حاسه ان هي مهمه جدا، خطوه مهمه في الحياه اكيد. وبعد كده الحد ده بيشوف هو عنده وقت في حياته جديا يدي 14 ساعة من يومه لمدة 2 على الأقل نون ستوب. لو الإجابة حتما ماشي. لو لأ هيتعب جامد قوي قوي قوي، وممكن ساعتها يخسر حاجات ويرجع في الطريق تاني. فحاسة هو definitely بيتقال ان الموضوع ان حد يبقى انتربرينور ويبتدي البيزنس بتاعه ويكمل فيه there's a reason ليه مش كل الناس بتعملها. ان فيها نسبة كبيرة قوي 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 من التضحية. فانا حاسة بس انا مين في الاخر عشان اقول للحد ده اعملها ولا ما تعملهاش. خد بالتجربة بتاعتك ويمكن انت عندك حاجة جواك تدفعك ان انت تكمل. بس انت اسأل نفسك الاول، هل انا مستعد ادي الوقت ده من حياتي؟ هل مستعد ان انا اضحي كل التضحيات دي؟ لان في ناس ما بتشوفش ده. في ناس بتفتكر كمان ان انا اول سنه هبتدي اكسب فلوس. في الاقتصاد اللي احنا فيه ده 3 سنين is the bare minimum. 3 سنين عشان to break even اصلا. 3 سنين انت بتصرف مش 3 سنين حتى انت 3 سنين انت بتطلع فلوس من جيبك. ف3 سنين اوكي احنا هناكل اندومي في البيت عشان احنا بنصرف. انا اي فلوس كنت بعملها on the side
من consultancy المطاعم، من إن أنا كنت أي pop up dinners كنت باعملها، كنت باحطها في المطعم. إمم. وفي أوقات كنت باعمل pop up dinners مخصوص عشان أدعم مثلًا عندي season low فبراير مثلًا، فكنت باعمل pop up dinners عشان أعرف أدفع الsalaries بتاعة الناس، لإن عندي 12 بني آدم بعيالهم بمراتاتهم مسؤولين مسؤولين منِّك. منّي، فكان الموضوع مُرعب. فلأ، حاسة لازم يبقوا شوية مؤهلين للحاجات دي، مؤهلين للمجهود، للصرف، لحاجات كتيرة أوي، ولو هم حاسين إن هم قادرين يعملوا ده، يكمّلوا فيه. طب أنتِ دراستِك كانت الmarketing التسويق، إمم. فدي شوية ممكن تكون يعني ساعدتِك شوية، حسيتِ إنِّك along the way محتاجة تدرسي حاجة إنِّك إزاي تبتدي مشروع أصلًا، والّا كنتِ مركّزة أكتر في الحتّة الtechnical اللي هي بتاعة إنه الطبخ تتعلمي الrecipes والحاجات دي؟ ده سؤال تحفة، بجد. أنا اكتشفت إن أنا محتاجة أدرس how to start your own business بعد ما كنت already I started my own started. business. فكنت باتعلّم إزاي؟ trial and error بقى. بالضبط كده، إمم. باتعلّم بtrial and error وباتعلّم بفلوسي. ف فدي حاجة تانية ما حدش قال لي عليها، ما حدش قال لي إن أنتِ يا باري محتاجة كورس finance عشان تبقي بس شوية فاهمة الPNL والpayroll والحاجات دي كلّها هتعملي فيها إيه. دي أخدتها في السكة، يعني كنت كده إيه signing up كده online course أيام الكورونا باتعلّم حاجات فيه. ف فلأ، بتحتاجي تاخدي شوية basis أكتر من كده، و وما تعرفيش إيه اللي هتكتشفيه، بس هو استعدادي إن أنا اللي هو أوكي أنا ناقصني ده هاكمّله، ناقصني ده هاكمّله، وده مش هيُقف غالبًا، يعني الحتّة دي مش هتُقف، مش هتقف. هافضل دايمًا حاسة إن في حاجات ناقصة عايزة أتعلّمها وعايزة أطوّر من نَفْسي فيها. فأنتِ بتقولي ابتديتِ من 5 سنين، يعني أنتِ كنتِ سنتين وهوب كورونا، احكي لنا بقى على الفترة دي. أسئلتِك في الجون لإن الفترة دي كنت لسه حرفيًا بادية بقى لي سَنة إمم. أو سَنة صحيح. actually كنت سَنتين، سَنة في الساحل وسَنة في القاهرة، السَنة الجَد بقى، اللي هو إمم. أنتِ فاتحة كل يوم أنتِ مش ابتديتِ في الموسم بس. الساحل. أنا ابتديت في الساحل. أوكي. لمّا ساعتها الساحل كان ليه جلالته وليه profitability بتاعته، لإن دلوقتي في connotation إن الساحل حاجة مُربحة which kind of مش أوي زي زمان. إمم. فخدت الموجة بتاعة الساحل والmarketing والكلام ده كُلّه ونزلت القاهرة، هوبا سَنة، جات سَنة الكورونا، هتعملي إيه يا باري؟ أنتِ عندِك employees وهُم أكتر ناس يعني هيتضرّوا في الموضوع، إمم. أنتِ عندِك salaries تدفعيها. طيب بقى adapt وadjust. قررنا إن إحنا نعمل Netflix and chill boxes delivery أوكي. ونعملها packaging إن هو كإنه متعقّم، يعني أو مش كإنه يعني آه، هو متعاقمة. كان متعقّم، ونبعته للناس contactless delivery بحيث إن إحنا نadjust على الموضوع ده، أنتم في البيت بتتفرّجوا على أفلام كتير، إحنا هنحاول إن إحنا نعمل لكم حاجة كده. إمم. فدي كانت فكرة اللي خلّتنا يعني نطفو بس barely كده إمم. أهوّة، وصبرت. وبصراحة يعني أقدر أقول إن في ناس اللي أنا كنت ساعتها مأجّرة معاهم يعني أنا كنت tenant عندهم، كانوا supportive جدًا برضه. أوكي. فحاسة إن هو علاقة الtenant بالdeveloper الزمن ده أنت مش مستأجر، إمم. أنت شريكنا وإحنا هندعمك، فهُم ساعدوني برضه في الحتّة دي. أوكي. فعدِّت على خير barely، بس كان لازم إن أنا آآ أرجع أبني نفسي من أول وجديد تاني، وخدتها فرصة إن أنا أقعد أسترجع بقى إيه اللي صح وإيه اللي غلط وإيه اللي محتاجة أحسّن منّه وإيه اللي محتاجة أطوّر منّه، ما أنا عندي opportunity، إمم. عندي حاجة فيها weakness وعندي opportunity عندِك وقت تعملي إنِّك بقى تعملي pause كده تعملي وتفكّري بقى reassessment. reassessment. فده اللي عملته. طَب أنتِ financially لإنه في كتير ممكن يكونوا بيسمعونا أو بيتفرّجوا علينا دلوقتي بيفكّروا ياخدوا الخطوة دي، إمم. بس دايمًا بيكون واقفة الحتّة بتاعة التمويل، هنجيبيه اهم. منين؟ إمم. أنتِ في حالتِك عملتِ إيه؟ أنا في حالتي اشتغلت 4 سنين، إمم. حوّشت شوية، جدتي كانت هي مدّياني الstartup cost اهم. وده كان شوية كافي إن أنا أبتدي الbusiness بيه. وطبعًا في النُص لقيت نفسي وقعت financially أوكي، وI got a loan وابتديت أسدد في الloan. إمم. ف دي حتّة مخيفة، يعني أنا حاسة نقطة مهمة financially أنا مش هاعمل حسابي على سَنة anymore.
انا هعمل حسابي على 2 سنين اقدر اسدد فيهم. لان ممكن تكون زي ما انت قلتي، انت ابتديتي من غير ما حد يقول لك الفاينانسز فانت كان في التخيل بتاع دايما اي حد هيبتدي بزنس ده انا من اول 2-3 هعمل بروفيت، فدايما بتعملي بلان كده اخرك 6 شهور سنه. طب وبعدين يعني انا كنت عامله حسابي على سنه، والسنه كمان ما وفتش معايا، لقيت ان انا اضطريت ان انا اصرف اكتر من كده. صحيح الحمد لله حته ان انا دارسه ماركتينج ساعدتني ان انا اوفر الماركتينج كوستس، لان انا الفري ليبر. بس في نقطه مهمه، انت بتلاقي نفسك في الاخر خالص طب انا اجيب ماركتينج ليه ما انا ماركتينج، طب انا اجيب فاينانسز ليه ما انا فاينانسز. ففي ابيوز سايكل انت بتابيوزي نفسك فيها ابيوز رهيب. اوكي، اللي هو انا محتاجه اوفر في الحاجات دي، فانا محتاجه انا ابقى الحاجات دي. على الاقل ساعدتني شويه اوفر في الموضوع، ولكن لا كان حقي ان انا خدت احتياطاتي اكتر من كده. بس الحمد لله في شويه مشاريع بنكيه او كده بيدوها للسمول بزنس اونرز والكلام ده كله، ده تهلبس ليتل بيت. واكيد طبعا عندي يعني ده اساسي كده، يعني parental support. ممكن اروح لمامتي اقول لها على فكره البيانال الشهر ده شهر فبراير كان كله مطره وما جاليش زبون واحد اعمل ايه؟ حبيبتي اوكي ماشي تمام. فدي بصراحه ما اقدرش انكرها برضو عشان ابقى صريحه، ولكن اهم حاجه ان انا كان لازم اخطط من قبليها فاينانشلي، انا لازم استكفى 2 سنين. بس حاسه دلوقتي في الحته بتاعت يعني دلوقتي بقى في فعلا بنوك بالذات كمان، مش موضوع انه سمول بزنس، كمان بيسبورتوا الستات بالذات لو انت يو ستارتنج بزنس. حاسه الموضوع مختلف دلوقتي عن 5 سنين ابتديتي بكتير. يعني اختلف قوي، وفي فعلا مشاريع مش تراب. المشروع ده يعني حته مثلا ان البنك ده هاي فاينانس المشروع ده باقل نسبه ربح موجوده. وساعدتني حاجه زي كده في ان انا مثلا في اكسبانشن بلانز او كده. عادي بقى ندخل ريليشن شيبس وكده لحد ما تشوفي نلاقي الشخص المناسب. ايه بتدخلي دايما تقعدي تدخلي ريليشن يعني ايه ريليشن؟ مفيش اوكي ما احنا سهرانين في واتس ريليشن شيب؟ ايه الجمله دي؟ مش فاهماها. مش موجوده اصلا. لا طب السؤال اللي بعد ما احنا قاعد، ما هو دي بقى حاجه من الحاجات اللي انت يعني have to give up، يعني مش you have to give up بس يعني ما it comes with the job يعني. طبعا امتى وفين وازاي. مين بني ادم هيرضى ان حد يديله ربع ساعه من وقته على واتساب في اليوم؟ ما حدش، فاهمه؟ يعني جزء، يعني كويس ان انت لفتتي نظري للحته دي، هو جزء من التضحيه كبيره قوي ان انا ما فيش اصلا بيرسونال لايف، ما فيش لاف لايف ايه؟ ما فيش. وبعدين اصلا حته ان انا بوس وومن بعبع، مش بوس، هو بعبع وومن. الرجاله بتخاف من الست الناجحه. بيخافوا من المنظر اللي بره، بس لما بيشوفوا ان انا بني ادم عاديه جدا بيفهموا ان انا بس بحط ده اكستيرير بعبع عشان امشي الدنيا، عشان لازم ابقى حد صلب من بره. بس اللي هيشوف المنظر من بره ومش هيحاول تجت يعني يتعمق معايا اكتر هيخاف، مش هيتبسط. هيحس طب انا يعني لو راجل انا ليه عايز راجل تاني؟ اوكي انا عايز بتحسي انه طول الوقت لو الست دخلت في عالم بزنس، مش بزنس بس، هو في الشغل، ما انت في كتير بقى لما تبتدي في دلوقتي ستات سي اوز يعني الستراجلز دي موجوده حتى في الكوربريت لايف او الشغل اللي هنسميه شغل يعني وظيفه. تحسي الست من كتر ما هي بتصدر فكره او بتخلي زي ما كنا بنقول في الاول عشان الناس اللي بتتعامل معاهم يحترموها ويشوفوها بطريقه معينه، بتتحول لراجل من بره. ودي بتبقى اصعب، لان احنا كبني ادمين محتاجين يبقى في بالانس داخلنا. يعني كل بني ادم فيه نسبه برسنتج الفيمينين والماسكولين. فانا بنت عندي مثلا 70، يعني مثلا 70 80% فيمينين، والماسكولين ده محتاجاه عشان اعمل قرارات، محتاجاه عشان ابقى ماسكه نفسي شويه. لكن الحته ان انا ابقى باص دي اضطرت ان هي تشفت ان الماسكولين تاخد نسبه اكتر من بره، ودي بتخليني من جوه اوقات لا يا جماعه انا مش قادره، انا كمان شغلانتي فيري ماسكولين،
فلا ممكن يعني انا ما اعرفش، ما ينفعش احط ميك اب اي لاينر ماسكارا قدام الجريل هيسيح، هبقى كلاون، هبقى باندا، فاهمه؟ فهضطر اروح من غير ميك اب، مم. هضطر اروح مش عامله شعري، هضطر اروح اعمل الحاجات دي عشان شغلانتي بتتطلب ده. مم. فاللي هو لا، انا ممكن اسيب الحاجات دي لو سمحتوا، اروح اعمل شعري واقعد في الجنينه والبس ورده، البس فستان نفسي البس فستان. مم. فطبعا بيشوفوا من بره الهيئه بتاعه الراجل، فبحس شويه منهم اللي هو يعني هو انت اللي هتعملي لي قراراتي ولا ايه؟ فببقى اوقات اللي هو ممكن تدوني فرصه. لا على فكره هو الدنيا اخد وقت، انا بس بعمل كده اضطرارا، بس لو لكن هتيجي انا هتيجي انا حلوه سوق انت حبيبي. بالظبط. ايوه طب احنا اتكلمنا على الحته بتاعت انه الرجاله ممكن تكون شايفاكي بتخاف منك، بتخاف من الاكستيرير اللي باين ان راجل قوي مسترجله، ايه ده، لا دي هتبقى راجل في البيت والكلام ده كله. سمعتيها صراحه؟ يعني واحد قالك لا يعني عشان نكمل لازم تسيبي كل ده، ولا ما بتتقالش ولا بتتحق يعني اللي هو ما بين السطور؟ يا ريته كان يقول لي ده. ان هو يقول لي ده معناها ان هو حاسس ان انا في اخد وعطا. هو بيشوف انا هتعب نفسي واقول لها ده ليه؟ اوكي. هي اوريدي واخده القرار، هي مم. اوريدي كات ثروت. انا مش هبذل مجهود ان انا اقول لها ده، لان هي هتديني بتلبسني لوكميه مثلا. اوكي. فما بيقولوش ده، بس مم. دايما ما بين السطور، دايما اللي هو بتتقالي you're a busy woman you're a مم. busy woman على طول. مم. ببقى عايزه اقول له لا والله على فكره مش بيزي مش يعني، بيزي قوي يعني مش بيزي الدرجات دي يعني، تمام يعني، صحيح بشتغل الجمعه والسبت بس يعني هبدا لك يوم تاني عادي. هنتصرف هنتصرف بس. فبصراحه يعني بتتقال ما بين السطور بكذا شكل، بتصرفات او بكلام. طب ازاي الست يعني تتعايش مع اختياراتها؟ لانه احنا بنتربى على فكره الجلد، او طول الوقت انت مؤثره في حاجه، فانت بتقولي ستايل حياتك وشغلك هو ده يعني اللي انت اخترتيه، النموذج اللي انت اخترتيه. at some point هتتجوزي، هتخلفي، مم. حاسه انك لازم تضحي بحاجه، ولا you can balance it؟ ولو انت حاسه ان انت you can balance it، حاسه المجتمع هيوافق؟ حاسه الموضوع كله مساله تايمينج، مم. توقيتي انا بختاره امتى. يمكن انا كنت محظوظه ان انا اخترته في وقت ما كنتش مرتبطه بحد، ما عنديش اطفال، فخلصت الفقره الصعبه دي من غير ما يكون حد موجود. صحيح في النص كنت بعاني، بس على الاقل دلوقتي انا شويه في شبابي. لسه شباب. شويه اعتبر في شبابي، وابتديت ان انا اتفرغ شويه والشغل يبقى بالانس انف، ان انا يبقى عندي الورك لايف بالانس بقى، ابتديت ان انا ابقى عندي نورمال وركينج اورز، الحياه بقت طبيعيه تاني. فساعتها اقدر ان انا اخد الخطوه التانية دي، والناس هتتقبل ده، لان خلاص الدنيا عندي سيتلد، انا هعرف ان انا اوفق ما بين الاتنين. ولكن بحس برضو في حته تانية، في ان فعلا مجتمعنا بيتغير، في ان يمكن ده فلتر رباني من مين فعلا هيدعمني من مين مش هيدعمني. يمكن الناس اللي اوريدي بتشوف ده من بره وما بتدينيش فرصة، يمكن مش مكتوب لنا، يمكن انا مكتوب لي الحد اللي فعلا هيبقى في ظهري وانا بزنس وومن. انك يعني بمعنى اخر انا مش محتاجه يعني تيجي تقولي اللي هيجي هيكون موافق على اللايف ستايل بتاعك، على طريقتك، ده يا كده اما كده، لا بس ده يا كده اما كده بلاها اصلا. ده كده كده. بس لا يعني حاسه بنسبه كبيره هو ده حاجه، حاسه ده جزء كبير من حياتي، من هويتي. هويتي ان انا حد عنده باشن في حاجه وعايز يطلعها. اللي مش هيقبل حاجه انا بعتبرها حاجه كويسه جوايا، يبقى احنا مش لبعض. فيمكن ده فلتر طبيعي. فكره ان اختيار الشريك المناسب، يعني بنقول اختار الشريك المناسب ان احنا يعني ما تجيبيش حد مختلف تماما عن تفكيرك وطريقتك ونبقى مستغربين العلاقه فشلت ليه ونتضايق ونزعل بالظبط كده، بالظبط كده. وفي نفس الوقت بس الحته المهمه ما توقعش ان انا ابقى في ريليشن شيب في الفتره الصعبه الاولانيه. ما انا برضو محتاجه اسات اكسبكتيشن. مش هقول ايه ده يا جماعه اقبلوني كده وانا 14 ساعه في اليوم ما بشوفش اهلي اصلا. يعني القطه بتاعتي لما بتشوفني وانا جايه بتبخ فيا بتتخض كده، اللي هو ده مين ده؟
ما بتشوفنيش. ف فبرضه يبقى في إن إحنا هنset توقعاتنا هتبقى عاملة إزاي لو إحنا هنبتدي business. يبقى إحنا هنحط الحتة دي على الرف فترة، إمم. مش هنتوقع إن إحنا هنخش في حاجة serious وتتطلب time وdedication للشخص ده، وأول ما الدنيا تصمد على حيلها كده وتبقى تمام، ساعتها بيبقى في balance اللي يسمح لنا إن إحنا يعني نبقى في relationship. طب دلوقتي إحنا كنا لسه بنتكلم قبل ما نبتدي على الفكر ده بقى موجود دلوقتي، إن بقى في كتير أوي بيخلّصوا اللي هي كانت أيامنا ثانوية عامة عادي، ما أعرفش اسمها إيه دلوقتي، إمم. وبعدين بيقولوا لأ إحنا مش داخلين جامعة، اهم. إحنا هنقعد نكتشف نفسنا. اهم. أو ما بقاش فكر بتاع هادخل جامعات بقى كلية قمة وما أعرفش إيه والكلام ده كله، هاروح أتعلم الطبخ مثلًا. إمم. شايفة إن دي حاجة حلوة والّا حاجة يعني حاجة إيجابية والّا حاجة لأ؟ شايفاها أكيد حاجة إيجابية، إمم. بس بيبقى فيها سؤال سابقها، إمم. ده بجد اللي أنت عايزه؟ اهم. يعني مش يعني أنا باحس برضه أوقات بيبقى في حد سخنان على فكرة، غير إن هو فعلًا عايز الفكرة. إمم. بس هو حاجة اكتشفتها بقى غريبة، الحاجة اللي إحنا كنا بنقعد نقضّي وقت كتير بنعملها وإحنا أطفال، أوقات بتكبر معانا وإحنا كبار. فأنا كنت وأنا صغيرة قبل ما باعرف أمشي وأنا باحبي، كنت باحبي أخش الكيتشن إمم. أعمل بلاوي ومصايب سودا. إمم. فكان واضح إن أنا كان ليّا ميول إن أنا أبقى واقفة في الحتّة دي. فحاسة إن في حتّة فينا الغريزة اللي فينا لو فعلًا سمعنا لها وعرفنا إحنا بنحب إيه هنعمله. إمم. يعني ابن عمتي وهو صغير كنا بنجيب له عربية إلكتريك بيفصّصها، بيفُكّها تمامًا إمم. وبيركّبها تاني وكنا مش فاهمينه. هو بجد بيحب هندسة ميكانيكا، هو عايز يطلع بيassemble عربيات. إمم. فيمكن حتّة إن إحنا واحد يسمع لنَفْسه من جوّاه أوي، يعرف هو عايز إيه، وبعد كده أنت حاسس بده، تمام، يالّا بينا. إمم. إن هو ما فحاجة يكونش ماشي إيجابية. ورا إنه trend أو دي الموضة اللي بيعملوها دلوقتي، فيالّا هاعمل كده معاكم. بالضبط، بالضبط كده. وبتكون باينة شوية من وهو صغير، يعني إنه لو حد مرة واحدة بقى له 18 سنة وعمره ما دخل مطبخ وأنا عايز أتعلم الطبيخ، يبقى يبقى ي يبتدي يستكشف يبتدي أكتر يستكشف قبل أكتر. ما يمشي في طريق solid إمم. ليها يعني، ولكن طبعًا حاجة تحفة، حاجة صح. جميلة. بس لو ما حصلتش وقرر إن هو يعمل حاجة في الأول عشان لسه مش واثق من نفسه، that's okay كمان. إمم. أنا كل خطوة في حياتي علّمتني حاجة ووصّلتني وساعدتني في حاجة دلوقتي. إمم. أيام الثورة أنا ما كانش ورايا حاجة أعملها وما كنتش employed، أخدت كورسات تصوير. فادتك مين دلوقتي. بيعمل الcontent بتاعنا دلوقتي؟ نفعتني يعني. آه. هي يعني أنا باحس إن أي حاجة أنتِ بتعمليها زي الpuzzle كده، أي صورة بالضبط، صغيرة هي بتبني يعني بتبني الصورة كاملة في الآخر. ما بالضبط، فيش حاجة هتتعلميها مش هتستخدميها at some point. بالضبط كده. أنتِ wise جدًا. أُمّال؟ يعني podcast وكده. تصدقي المفروض يبقى عندِك podcast. حد بقى يستضيفني بقى. أيوه، أيوه. قولي لي يعني عاوزاها تبقى الpositive والnegative مش الnegative experience، بس خلّينا نقولها الlearning mistakes أو الحاجات اللي أنتِ لو هترجعي كده 5 سنين لورا، هتعملي الموضوع تاني بطريقة مختلفة، أو ممكن ما تغيّريش حاجة خالص. حاجة ما أغيّرهاش، إمم. إن أنا كنت مُصرّة إن أنا أعمل كل حاجة بنَفْسي. بجد؟ حسيت إن أنتِ من كلامِك إن دي حاجة بالعكس كانت متعبة. جدًا، ولكن حسّيت فاقد الشيء لا يُعطيه. فدلوقتي بقيت داخلة مثلًا في حد جديد، أنا أقدر أفيده، أقدر أقول له إحنا هننضّف الجريلة بالشكل ده، أوكي. إمم. بحيث إن أنت ما تاخدش وقت أوي مثلًا. إمم. فحسّيت لأ، أنا خدت خبرة ليّا أنا. إن أنتِ داخلة في الموضوع أوي بإيدِك، فأنتِ عارفة تعلّمي حد جديد. بالضبط كده، بالذات إن إحنا الfield بتاعنا لسه بينمّي الexperience الناس اللي شغّالة فيه. فتبقي أنتِ واحدة من الناس اللي فيها experience مفيدة جدًا إمم. في أي حاجة. الحاجة اللي أغيّرها إن هو كان بيقولوا لي مثلًا أنتِ محتاجة department صح لكل بني آدم، وبطّلي إن أنتِ تبقي الHR وبطّلي تبقي الfinance والكلام ده كلّه. أقول لهم: "لا، لا يا جماعة أنا هابقى finance وأنا هابقى الHR." إمم. لأ، هو كل واحد فعلًا يدّي الناس الteam اللي معاه حتّة ويدّيهم صلاحيات ويسيب الناس تفاجئه بشكل كويس. إمم. لإن دي كانت حتّة أنا قافشة أوي فيها في الأول.
لأ أنا هاحاول أعمل الأدوار دي كلّها وهاكمّل فيها، إمم. يعني خلّي بالِك اللي أنا باقوله it seems like إن وإنه هو عكس بعض، بس عكس أنا بعض. فاهمة قصدِك هاقول لِك، أنا هاعمل rotation لنفسي، ولكن الحد ده هيكون موجود. إمم. أنا هاعمل finance، هابقى أعمل rotation finance، بس يا ريت يبقى في حد finance موجود، ما إنه أكسّلش في أقول في حد الownership بتاعة الtask مع حد متخصص، مع بس حد still أنتِ برضه على في دراية الصورة. بيها إمم. واتعلّمتها وعرفت أعملها معاه. إمم. فالحتّة دي حاسّاها مهمة جدًا، لإن في الآخر you burn yourself out، إمم. فبتلاقي نفسِك مُنهكة في الآخر لو كمّلتِ في ده لوحدِك وشايلاه. زي ما تقولي صاحب بالين كدّاب. وحتّة إن أنا باحُط ثقة في الناس ابتدت تفاجئني بشكل مُبهِر. إمم. وإن أنا أصبر، إن أنا أبقى صبورة مع الناس. يعني أنا في حد معايا في الشغل دلوقتي، ياسر، ربنا يبارك له. تمام. ياسر من الناس اللي أنا اتعلّمت منّه إن أدّي حد ثقة وأصبر وأشوف الحاجات الحلوة اللي هيطلّعها، إمم. وبسبب ده اتعلّمت كتير وكبرت كتير. قريبة أوي، حاساها قريبة شوية من العلاقات الrelationships اللي أنتِ بتقوليه ده. آه، ما هي هو أنا في إيه دلوقتي؟ إمم. gracias ده صاحبي عشان كده ما هي عندك gracias يا عندك boyfriend. مش هينفع الاتنين. بالضبط، هي relationship اهم. فعلًا. طب قولي لي دايمًا كده، أنا باحس إنه يعني وإحنا بنكبر وفي حياتنا مهما كبرتِ، بيبقى في صوت كده في دماغِك من ورا كده، اللي هو ده اللي بيقوّمِك وبيقول لِك اعملي، اشتغلي على نفسِك. مين الشخص ده في حياتِك، أو أكتر حد بيساندِك؟ يعني لو هنقولها بطريقة تانية. كل واحد بيسندني في حاجة مختلفة. ف مامتي بتسندني في الbusiness، إمم. كمّلي، هتكبري، ما يهمكيش. my best friend حلاوة بيسندني في voice of reason. فاكرة لمّا أنتِ كنتِ بتفكّري في الحتّة دي وما كانتش مضبوطة، شُفتِ أهو لأ تعالي إمم. بقى اضبطيها بالشكل ده. إمم. فحسّيت إن كل واحد فكرة إن إحنا عندنا مصدر واحد للsupport أو للmotivation. لأ، حاسة إحنا بناخد كذا حتّة من كذا حد وهُم دول بيكمّلوا صورة كاملة جوّانا يعني. إمم. ممكن تكون ناس مش قريبين، ممكن الناس اللي حواليكِ في خالص. أنا باسمع وبافكّر في اللي بيقولوه وباشوف ده ينطبق عليّا هاطلع منّه بإيه. إيه بالنسبة لِك السعادة؟ الوعي يليه الرضا. أنا واعية بحاجة، سواءً حاجة كويسة في حياتي والّا لأ، وقابلاها، قابلاها دلوقتي، ممكن أبقى عايزة أغيّرها بعدين. حتّة إن أنا أبقى واعية بحاجة وأقبلها بتهدّيني، والهدوء ده بيسمح لي إن أنا أحس بأي حاجة كويسة حواليّا. لكن لو في دوشة أو في أصوات جوّه دماغي، والله لو أنا في الجنة مش هابقى مبسوطة، مش هابقى سعيدة. حلم نفسِك تحققيه، ممكن personally في الشغل. نِفْسي يبقى عندي experience يعني متكامل أو يعني مطعم كامل لناس هدفها اللي مش قادر يسافر وعايز يكتشف حاجات عن العالم، بييجي المطعم عندي وبيسافر من خلالها. يعني أنا أصلًا رسالتي إن عايزة أقول للناس في حاجات كتيرة أوي حلوة برّه، أوكي، عايزاكم تشوفوها. طب إيه your biggest fear؟ إيه أكتر خوف أو fear بتحسي بيه، أو خايفة إنه يحصل يعني؟ وطبعًا الfears بتاعتي متغيّرة، بس عندي اسمها إيه اللي بيقولوها imposter syndrome. آه. فأنا حاسة كده، فممكن أصحى من النوم في يوم أقول إيه ده! لأحسن تكوني فاكرة نفسِك شاطرة وأنتِ مش شاطرة أصلًا، فأبقى أنا شايفة حاجة مش متّرجمة في الواقع. بس أنتِ عشان تحسي الستات كلهم mostly الستات هم بيحسوا imposter بالimposter syndrome. syndrome. طبعًا. ليه؟ ليه؟ إحنا استني هاتوا لي منديل. آمم هو إحنا منذ الخليقة وإحنا بنundermine أي حاجة، إمم. عشان ما ينفعش نshine بزيادة. يعني باحسّها شوية كحاجة
جلوبال، مش مم. شرط في ثقافتنا يعني. فالامبوستر سيندروم بنحسها اكتر، لان لو انا عندي اخ، اوكي، انا لعبت اللعبه دي شطوره يا باري، اخويا يا حبيبي برافو. اوكي. فهم يا حبايبي بقى، بس انا بحس هي ليها داون سايد للرجاله، ان هو بيعمل حاجه بيحس انها واو، وبعد كده هو بيتصدم انها مش واو برضه بالظبط يعني. طب انت دلوقتي بيعملوه في التربيه يعني لما عرفنا بقى عن التربيه وكده ان انت يعني ما ينفعش تشير اب للطفل على اقل حاجه يعني مش اللي هو ايه ده برافو يا حبيبي عملت لا ما هو دي حاجه هتخليه بعد كده مش هيطلع شخص بيعافر او هو حاسس انه بالمينيمال افورت اللي بيعمله بياخد تشجيع خزعبلي اه فهي دي حاجه اصلا ولاد وبنات ما ينفعش تتعمل بس احنا ما شاء الله بنعملها في الولاد كتير قوي بالظبط كده. وعشان كده نسبة المرض النرجسي اكشلي حاجة و60% اكتر من في الرجالة من الستات، فواضحة واضحه يعني، بتطلع حرفيا آثار في شخصية البني آدم. انا انبسطت قوي بجد وانا كمان. وانا هجيلك بقى اكل بقى يعني تعالوا تيجوا انهي ناحية؟ انا شخص زيد لا بس كده لا سيبيلي سيبك بقى نفسك. سيبك بقى الناس اللي سيبيلي ساكنه هنا دول لا احنا تعالي هنجيلك. بس جعانة. لا طول الوقت جاينا ما تقلقيش ده سهل قوي ده اسهل حاجه لا بجد اتبسطت قوي فعلا وانا مش عاوزه اخلص بس يعني خلاص at some point we have to thank you for coming و لا thank you ان thank انت you. حبيتي الفكره اصلا وانت جايه ومش عارفه قوي التفاصيل بس you were willing to cooperate actually هو انا عندي كومنت، انا ما اتسالتش اسئله جامده كده في حياتي. بجد واو يعني بجد ابهرتيني في الحته دي. حاسه بجد انتي طلعتي محتوى انا ما كنتش اتوقع ان انا هتسال الاسئله دي اصلا. that's amazing. thank you